السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. اليوم الإخوان غادي نتكلموا في موضوع ملف الصحراء الغربية المغربية. بعد تولي الاعترافات بمغربية الصحراء، ما مصير بعثة الأمم المينورسو؟ ما هو الدور ديالها حاليا؟ ومنذ تولي الاعترافات الدولية بالأقاليم الجنوبية، حيث أبرز ما يميز هذا الحدث خلال هذه السنة هو الاعتراف الفرنسي التاريخي بمغربية الصحراء، والدعم غير المسبوق لمخطط الحكم الذاتي الذي خلف استياء كبير داخل القصر المرادية. ظهرت عدة قراءات من قبل مراقبين ومهتمين بهذه القضية تشير إلى قرب انتهاء مهمة المينورسو داخل المنطقة العازلة، نظرا لفقدان فعاليتها ودورها الأساسي. وأدى تسلسل الأحداث السياسية والدبلوماسية التي شهدتها قضية الصحراء المغربية إلى بروز أصوات أكاديمية تطالب بإنهاء مهمة المينورسو بالأقاليم الجنوبية، علما أن هذه المطالب كانت منذ قامت جبهة البوليزاريو بالتصعيد السياسي والأعمال التخريبية في الأشهر السابقة دون احترام أدنى القواعد الدبلوماسية. ويرى مراقبون سياسيون وأمنيون أن الثقة التي باتت يحظى بها المغرب على الصعيد الدولي كفيلة بإنهاء قصة المينورسو في ظل هذا الزخم التي تعرفه القضية الوطنية الأولى للمملكة المغربية، علما أن بعثة المينورسو مرتبطة بالنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، وهي بعثة تابعة للأمم المتحدة وتلعب تقاريرها دورا داخل مجلس الأمن الدولي. والتصويت على تمديد عمر هذه الهيئة يؤتي بقرار من داخل هذا المجلس، مع العلم أن المينورسو هي نتاج لإرادة دولية تهدف إلى حلحلة الملف الذي طال عمره، علما أن الشرعية الدولية أنصفت المملكة المغربية، وذلك ظهر من خلال الاعترافات المتتالية لمختلف الدول، أبرزها الاعتراف الفرنسي التاريخي. وخير دليل أن أحدث التقارير الأمريكية أكدت على أن قضية الصحراء انتهت لصالح المغرب، وأن هذا التوجه هو تأطير للبنية الدولية يهم بالأساس الدول التي لم تلتحق بالركب، الدول التي اعترفت بقضية الصحراء المغربية. فبطبيعة الحال أن نزع هذه البنية الأمنية على مستوى الجدار الدولي فهي مسألة وقت لا غير، لأن التوهج أو الدينامية التي تشهدها المناطق الصحراوية فهي غير مسبوقة وتشير إلى قرب انتهاء النزاع المفتعل، مع العلم أن معظم الدول باتت ترجح أطروحة المغرب وتكذب الرواية الصادرة عن الجبهة الانفصالية وداعمتها الجزائر داخل تندوف. هذا ما يزيد ثقة الدول العربية والدولية في دعم مخطط الحكم الذاتي التي تقدم به المغرب سنة 2007. وأخيرا، ما مصير بعثة المينورسو عندما يتطوى ملف الصحراء وترحل من المنطقة العازلة؟ والسؤال الثاني، ماذا ستفعل الجزائر والذي خسرت على هذا الملف 1500 مليار دولار من أجل باش تروفي واحد المسلك المحيط الأطلسي حتى تملك واحد العضوية داخل حلف الجنوب الأطلسي المكون من 23 دولة المطلة على المحيط الأطلسي؟ وكيف ستعمل الجزائر؟ لأن هذا الملف هو باش كانت مغطية على الصحراء الشرقية. هذا هو نهاية نظام العسكر إلى تطوى الملف، ما عليها هذا اللي على الكراسة في دولة نظام العسكر إلا عليها بالرحيل، ترحل وتشوف شي قارة في غادة تهرب وتخلي الشعب الجزائري يعمل حكومة نظيفة مدنية ديمقراطية، وهذه هو اللي غادي يوقع إن شاء الله بحول الله. تحياتي لجميع المغاربة، وعاش الوطن ملكا وشعبا، والسلام.